تونس. From Tunis in the blue corner نزار يعقوبي الفريق الأزرق من تونس. نزار يعقوبي من تونس في وزن 66 كيلو، 24 سنة. نزار لاعب سامبو، هو أحد أبطال السامبو في تونس. أعتقد إن بوكسينج دخل على ميوزك روكي بالبو. ده طبعا ممكن يكون تمويه، نايس ميوزك. تمويه أو حابب هو الميوزك دوت. وكل فايتر ليه خطط وليه حتى في الميوزك بتاعه، هو ده الاحتراف، هو ده البروفيشنال. صحيح. نزار حصل على بطولة سامبو في اليابان، واو، من أفضل لعيبة السامبو في تونس. مش من سهل إنك تحصل على يعني بطولة سامبو في اليابان. دي المعلومات اللي أنا خدتها وعملت معاه ميتنج قبل الفايت معاه. لاعب سامبو قوي، بيتميز برضو بالبوكسينج وبالركضات، بس أكتر حاجة بركز فيها هو السامبو. بينهي معظم الماتشات بتاعته بالسامبو. نزار لاعب قوي عنيد، جاي النهارده عشان ينافس عامر الشنشوري من مصر. أعتقد إنه مش هيكون منافسة سهلة خالص. بناء على المعلومات اللي عندي عن الهيستوري الخاص بعامر الشنشوري. لا طبعا very aggressive fighter. فايت عايز اقول ان الفايت مثير جدا، لان نزار بيلعب سامبو، لعبة شباب بالجيتسو، يعني لعبة كله على الارض. عامر الشنشوري مشهور قوي بالوشو، بالسترايكنج، يحب يلعب جدا فوق، يحب يخلص ماتشاته كلها قاضية فوق. وده اللي احنا شفناه في معظم الماتشات بتاعته في الفايت نايت. يعني نقدر نقول ان ده هيبقى تحدي بين النار والماء مثلا، حتى عكس بعض. الاتنين فعلا عكس بعض. هي الفكرة مين هيسيطر بالستايل بتاعه، مين هيفوز بالستايل بتاعه، مين اللي هيثبت للتاني ان الستايل بتاعه اقوى في الفايت دوت. مش كل الفايتات. مفيش قاعدة شاملة او عامة في الفايت. بالظبط. عامر الشنشوري الفريق الأحمر من مصر. عامر الشنشوري زي ما قلنا لاعب بوشو، لعيب من اللاعبين الواعدين وليه مستقبل كبير في MMA. ظهوره كان في الفايت نايت بعد ما كان بيلعب بوشو، دخل مجال الاحتراف ليه في UFC فايت نايت. ده أول ظهور ليه في الإيفولوشن فايتنج تشامبيونشيب. عامر لعيب قوي جدا، لعيب زي ما نقول عنده الادرينالين عالي قوي. هو احد اعضاء فريق الايجيبشن تيم. انا شايف كابتن محمد عبد الحميد وراه، كنت لسه هقول كده، تحت قيادة الكابتن محمد عبد الحميد، اللي اكتشفه برضه الكابتن محمد عبد الحميد. هو اللي نقلوا بقى، يعني خدوا طريق الاحتراف بقى، هو لاعب ووشو او لاعب ووشو كونغ فو للاعب MMA شامل. MMA شامل فعلا. طبعا عامر تطور رهيب جدا في الفترة اللي فاتت، واللي بيشوفونا دلوقتي عارفين عامر كان مجرد ان هو كان لاعب ووشو، لاعب كونغ فو، ما كانش ليه اي ستايل خالص على الارض، لحد ما اتطور في فريق ايجيبشن تيم بقى ليه يجمع بين الجراوند فايتنج والسترايكر او ستاند فايتنج، جمع بين الاثنين وعلى فيهم جامد جدا. لعيب قوي جدا في وزن 66، لعيب واثق من نفسه. واو استعراض قوي جدا من عامر، طريقة خاصة لدخول كيج. طبعا بيلف الكيج
بيحيي زميله او خصمه زميله بقى نزار. دايما عامر مركز قوي في كل فايتاته. الحاجة الغريبة ان هو ما بيحبش الخسارة ابدا. منافسة قوية ما بين الاتنين، ما بين نزار ما بين عامر. نزار يعقوبي الفريق الازرق من تونس، الفريق الاحمر عامر شنشوري. مسج صريحة من عامر. سيجور تعلن عن بداية الجولة الأولى. عامر لسه كنت بقول لك الادرينالين عنده عالي قوي. كان هيبدأ الماتش دلوقتي من قبل ما الحكم يبدأ. الحكم بيقول له ابعد. احنا هنشوف ماتش قوي ده. لا عامر لاعب قوي جدا، مركز قوي. نزار بيحاول عامر بيرهبه نفسيا. تاتش كلافز. اوه لو كيك من عامر كويس. ايزي تيك داون من نزار. عامر بيسيطر في وضع الجارد، قفل الجارد فعلا. الاثنين دارسين كويس بعض. عامر حاول يلعب مع سترايكنج فوق، خدوا نزار على الارض. جيف اوت تيك داون. عامر بيحاول ان هو يهرب فوق. وعامر اعتقد ان هو بيحاول او عايز ياخد جلاتين بس مش قادر ان هو يحرر ايده. لا عامر بيحاول ان هو يهرب فوق باي طريقه. بس نايس قوي من عامر. اعتقد كان بيحاول ياخد ليج لوك، انكل لوك. خرج منها عامر. بانشز قوية قوي من عامر. ني جود نيز من عامر. جود نيز من عامر. another knee بيرد عليه نزار بنيز برضه. punch of face right hand نزار. حكم وقف على طول. كانت الركبة مؤثرة قوي في ايه ده؟ عامر فين؟ عامر خرج ورا الكيج. فوز قوي جدا من عامر. تدخلوا الكيج تعبيره مختلف في كل حاجة. طبعا هنا ناس بيقولوا الكلب بيقول له get back into the cage. لازم الحكم يعني يفوز الاول. فوز غريب قوي من عامر، زي ما قلت لك بيحاول ان هو ينهي كل حاجه عنده نوك اوت. افقدوا السيطره بس روح رياضيه عاليه طبعا. كانت الركبه مؤثره قوي في وجه نزار. وافقدوا السيطره بعدها بمجموعات من البوكسنج مش قادر ان هو يحمي وشه خالص. توقف جيد جدا من الحكم. مبروك لعامر وهارد لك لنزار. ده تاني فوز من مصري يفوز على بلد غريبة أو بلد أجنبية. كانت أول فوز فتحته على خصمه اللبناني. دلوقتي عامر شنشوري يفوز على خصمه التونسي. فوز قوي، فوز جيد جدا. طبعا سلم على خصمه عامر. Ladies and gentlemen, it is your winner in the first round after 1 minute 60 seconds by
مبروك لعامر الشنشوري، أرض ركن النزار. النزار كان أداء رائع. أعتقد إن كان نزار قريب من الفوز. هو كان قريب من الفوز جدا، كان ايكوال 50-50، الاتنين كانوا في نفس المسافة تقريبا. هرب عامر كويس من السبمشن. اجريسيف فايتر دي مش جديده عليك، لكن كنت عامل فايت بلان ازاي، او كنت متوقع ان انت تجيب فايت ازاي؟ كنت متوقع تي كي او ولا؟ اول حاجه بفضل ربنا ثم بفضل كابتن محمد. انا بقدر في الماتش ده بقالي كتير عشان مصر. تمام. كنت متوقع ان انت تنهي جوجيتسو او جرابلينج ولا؟ بفضل الله انا متوقع ان ده كده كسبان بفضل الله. متوقع، كنت عارف ده. تمام. بفضل ربنا ثم كابتن محمد. تحب تقول ايه للناس اللي بتتفرج عليك واول مره تشوفك؟ بحب اقول للجمهور ده وكل زمايلي وابويا وامي وكابتن محمد قاعدين بالفوز ده. عامر الشنشوري. ألف مبروك لعامر الشنشوري من مصر على فوزه على نزار يعقوبي التي كي او. طبعا زي ما شفت مروان هو قال ان هو ده كان متوقع ده، وكان يعني مخطط لده، كان عنده خطة تمرين كان ماشي عليها بقاله فترة. عامر الشنشوري من اللعيبة الأقوى جدا اللي أثبتت وجودهم في EFC Evolution بشكل غير عادي غير مسبوق. عامر أثبت وجوده بسرعة، لاعب قوي ولاعب ذكي عنيف. مين عندنا في الفايت كارد في عند دلوقتي الكومين ايفنت؟ طبعا هنا عامر الشنشوري بيحتفل بفوزه مع اصدقائه. ده اخو عامر. في شبه كبير. الف مبروك لعامر. مبروك لعامر، مبروك لكل مصري. احتفل مع اصدقائه، احتفل مع اخواته.